السلام عليكم. اقسم بالله يا اخواني قرفت وكرهت ان انا بنت غزه يا اخوان. من اول ما بديت انزل على التيك توك اقسم بالله مهاجمات مش طبيعيه، تعليقات مش طبيعيه، ابلاغات على حسابي مش طبيعيه. الناس اللي كانت واقفه جنبي وكانت بتتبرع لي كل شهر وبتدعمني، وناس كتير اخذت هويتي واخذت بطايق من انا يتيمه ان انا ماليش حد غير كله اقسم بالله حيطان وبس. قولي مش هنتبرع الك، يلا كملي ادعمي مصر، يلا كملي نشوف ايش مصر تتعمل لك. ويا اخوان اقسم بالله مجرد تعبير عن مشاعري. انا عارفين يا اخوان من اول اللي بدت فيه على التيك توك كنت بنزل فيه مناشدات، كانت مناشدات طبيعيه، فلما شفت دعم من الناس هادي وقفت خلص مناشدات. اكثر شعب وقف معي الشعب المصري، صرت انزل فيديوهات واشكر في دولته واشكر في شعبه واتكلم عنه. بس يا اخوان عن جد يعني ليش انتوا هيك مش كويسين؟ ليش ما عندكوش حريه التعبير عن الراي، حريه التعبير عن الناس؟ ليش انتوا هيك مش صادقين جد؟ ليش يا اخوان؟ طب عرفوني، احكوا لي، انا كواحده معتمده عليكم وبتوقفوا جنبي تدفعوا لي اجر، تدفعوا لي مصروفي، انا حاليا كيف بدي اصرف على نفسي؟ يعني مجرد فيديوهات بنزلها عن مصر اني بشكر فيها، بشكر الدوله وقفت معي واستحملتني. انا عايشه في مصر على فكره صار لي اقسم بالله من بدايه الحرب ما حدش وقف جنبي غير الشعب المصري. طب شو دخل يعني مصر في تبرعكم؟ فهموني ليش انتوا هيك بتعملوا؟ سيبوني اعبر عن رايي، سيبوني اعبر عن مشاعري. خلص انا بحب مصر، شو دخلكم؟ شو دخل التبرع الحين؟ انا معتمدة عليكم، كل شهر انتوا بتوقفوا جنبي وتدفعوا لي اجاري. احكوا لي الحين انا المفروض وحده معتمدة عليكم، كيف بدي ادفع اجاري؟ كيف بدي اوقف على طريقي؟